كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. كلها يومين ورمضان يهل علينا. قلنا بقى نعمل بقى مع بعض الزبادي بتاعة السحور بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. تقدري تعمليها في البيت. انا عندي جهاز الزبادي بس مش بعمل فيه، لان على ما اعمل فيه بيقعد معايا 4 ساعات او 5 ساعات. فالطريقة دي مش هتاخد معاكي ساعة واحدة، بس ساعة واحدة اكون الزبادي جاهزة معاك. شايفين متماسكة وجميلة ازاي؟ انا طبعا قلبة الكوبايات ولا وقعت ولا اي حاجة لانها متماسكة وحلو. هتقدري تعمليها، مش هتاخد معاكي ساعة، قولي ساعة، ساعة ونص بالكتير وتكون جاهزة معاكي. اللي ما عندوش جهاز زبادي يقدر يعملها بالطريقة دي. معايا هنا لتر لبن، انا سايباه بالوش بتاعه مفيش مشكلة، اللي حابب يشيل الوش بتاع اللبن يشيله. ومعايا هنا علبة زبادي المراعي، الكوباية اللي هي الصغيرة. تقدروا برضو بتعملوها بكوباية زبادي بلدي مفيش مشكلة، بس انا كانت متوفر عندي زبادي فقلت ان انا اعملها بيها. انتوا تقدروا تعملوها في زبادي بلدي، كوباية زبادي بلدي، كوباية زبادي المراعي او جهينة او اي حاجة المتوفر عندكم. انا كانت دي متوفر عندي، كنت اعملها ببلدي بصراحة. حطيتها هنا بقى في اللبن يكون دافي زي دمع العين كده، يكون دافي شوية تقدري ان انت تحطي صبعك فيه تتحمليه. وهضرب كوباية الزبادي، انا ضربته بالهاند بلندر، برضو بتقدروا تضربوها في الخلاط مفيش مشكلة، هتدوها ضربتين بس وخلاص على كده. عندك بقى الكوبايات بتاعتك بقى تقدري تعبيها فيها. انا جايبة كوبايات صغيرة كده للزبادي بعبيها فيها. هعبيها فيها بقى، وطبعا اكون مجهزة صينية حلة مفيش مشكلة. هترصي فيها الكوبايات وهتنزلي عليها بمية سخنة مغلية. انا كنت غالية مية من الكتل ونزلت عليها زي ما انتم شايفين كده، بس هي مش ظاهرة قوي. مش عارفة اصلا التصوير ظهر معايا ليه كده. انا كنت مكبرة التصوير بس انا ما انتبهتش خالص. نزلت على بمية مغلية من الكتل، يعني لتلات ارباع كوباية كده، ما تكونش ملانة قوي، لتلات ارباع كوباية. وهغطيها بقى، اكون مسخنة فرن البوتاجاز من قبلها، مسخناه حوالي 10 دقايق وحطيتها فيها. تمام كده بقى جاهزة معايا اهي. انا طبعا كل شوية ببص عليها، بعد نص ساعة بالظبط من الزبادي بصيت عليها لقيتها لسه محتاجة تربط شوية، بقوم اسخن البوتاجاز شوية، بسخنه برضو 5 دقايق وارجع اطفيه تاني. واللي عنده ميكروويف يقدر يعملها في الميكروويف او فرن كهرباء مفيش مشكلة. اي حاجة المتوفر عندكم. فرن البوتاجاز هتدفوه قبلها ب10 دقايق وهتدخلوا الصينية وتغطوها، او لو حلة تستحمل الحرارة في الفرن هتغطوها برضو، وممكن تجيبوا فوطة تغطوها وبعد كده تحطوا عليها الغطا وتدخلوها الفرن. بعد نص ساعة حسيت ان الفرن برد وهي لسه محتاجة تربط شوية، هتقوموا تشغلوا الفرن تاني 5 دقايق وترجعوا تطفوه. وبعد ساعة بالظبط تبص عليها، تلاقيها ربطت، تطلعها بره التلاجة تهدى، بره معلش عفوا، بره البوتاجاز تهدى. وبعد كده هتقوموا تدخلوها التلاجة بقى. وبألف هنا، طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة ولا أي حاجة. كوباية الزبادي دلوقتي قاعد ب5 جنيه وب6 جنيه، ما بتعملش حاجة، كوباية صغيرة دي ما شاء الله تقعد معاكي. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ويا ريت اللي عجبوا الفيديو يا ريت يحطوا له لايك وكومنت حلو، ولسه أول مرة يشوفني يا ريت يعمل لي اشتراك. وإن شاء الله استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، ورمضان كريم عليكم يا رب بكل خير وسعادة. دمتم بخير وفي رعاية الله.